السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة عملت صينية الجلاش القمر دي يا جماعة، ما شاء الله كانت تحفة من الجمال. صينية الجلاش النهاردة كانت مميزة جدا، كانت مقرمشة من بره وطرية من جوه زي الفطير البلدي بالظبط، ما شاء الله كانت تحفة من الجمال. وعملتها النهارده اقتصاديه جدا جدا جدا. والحلو فيها النهارده ان هي مش هتاخد معاكي وقت خالص. شايفين تسويتها من فوق ومن تحت رايقه ازاي؟ ما شاء الله. شايفين اتقطعت معايا بكل سهوله ازاي؟ شايفين يا جماعه ما شاء الله الجلاش مورق ازاي؟ مورق وسهل جدا ومقرمش من بره وطري من جوه زي الفطير المشلتت بالظبط. شايفين التوريق؟ توريق بدون اي تعب ولا مجهود. في 5 دقايق، في ربع ساعة هتلاقي نفسك عملتي أحلى تحلية بسيطة وسهلة، مش مكلفة خالص. وفي 5 دقايق هتعمليه. شايفين ما شاء الله؟ وطعمه كان تحفة من الجمال، كأنك حطاله كريم كراميل. لبن طبعا وبيض. غششتكوا اهو في أول الفيديو. يلا بينا نخش على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفة الجلاش دي يا جماعة كانت موجودة عندي في التلاجة بقالها كتير جدا، بس كل شوية اطلعها واقول هعملها وادخلها تاني، فبصراحة اتكسرت مني، فاحترت اعملها ايه. عملتها بالشكل ده النهاردة، بصراحة كانت جميلة جدا جدا جدا. فكرة بصراحة جميلة، هتعجبكم جدا. مسكتها قطعتها كده شرايط زي ما انتوا شايفين. بس اهم حاجة واهم خطوة في التقطيع دي يا جماعة، بعد ما اقطعها تمام افرطها من بعضها كده، ما تكونش لازقه في بعضها. اي قطعه لازقه في بعضها هتخليها ناشفه في النص ومش واصلها اي تشريبه من اللي هعملها لها دي. تمام. فما هتطلع طعمها مش حلو، هتطلع ناشفه بالشكل اللي احنا شايفينه كده. خلاص خلصتها. شايفين؟ واتاكدت تماما ان هي كلها متساويه وكلها زي بعضها كده ومتفرطه من بعضها. هلم بقى الجلاش اللي على اللي وقع مني ده. هنا اول حاجه بعملها بحط بيضه ومعاها شويه فانيليا زي ما احنا شايفين كده، واقلبها كويس جدا. تمام. ودي نص كوبايه من اللبن، الكوبايه اللي هي ال50 دي الصغيره بملاها لبن بما تعادل يعني نص كوبايه. ونص كوبايه برضو من السمنه، السمنه تكون سايحه. تمام. دي نص معلقه من البيكنج باودر، بتخليه هايش كده ومش لازق في بعضه، وبتخليه مورق وجميل جدا. اهم حاجه بس بقلب التقليب بتاعي كويس جدا، المكونات كلها بقلبها كويس. ودول 3 معالق من السكر. تمام. للتشريبه برضو السكر بيساعد الجلاش يا جماعه، ورق الجلاش بيبقى لونه ذهبي. ودي بقى معلقه من الخل، انا كنت هحط زبادي، فدي معلقه الخل دي هتخلي اللبن الحليب يتجمد كده. تمام. ويديني طعم الزبادي. وهنا جبت صينيه متوسطه. تمام. على حسب ما انت عايزه حجم الصينيه، زي ما انت عايزه تختاريه. لو انت عايزاها تبقى عاليه هاتي الصينيه صغيره شويه، لو عايزاها تبقى حجمها متوسط كده زي الفطيره العاديه، تمام، زي الفطير المشلت زي ما انا عملت كده النهارده، اختاري صينيه يعني تكون اكبر شويه. حجم الصينيه ده في ايدك انت. تمام. بصوا هنا حطيت طبقه كده من الجلاش المتقطع من غير اي اضافات، وبديه شويه من التشريبه اللي انا عملتها دلوقتي لحد ما بخلص كده الكميه، وبسيب شويه بحطهم على الوش. تمام. كده خلصتها. واهم حاجه بفرطهم بعيد عن بعض كده، ما يبقاش لازقين في بعض. وكمان ما بكبسهاش مع بعضها وادوس عليها جامد، لا الجلاش بيبقى هايش كده معايا زي ما انتوا شايفين. صراحه الوصفه النهارده كانت تحفه من الجمال يا جماعه، زي الفطيره، زي اللي كاني حاطه لها كاستر. تحفه تحفه تحفه. البيضه بصراحه موديها في حته تانية، ولا زفاره ولا اي حاجه. طعمها كان تحفة من الجمال. كده خلصتها، هدخلها على الفرن. تمام. بعد ما حطيتها في الفرن، حطيت هنا كوباية الا ربع من السكر وكوباية الا ربع من المية وحبة من الفانيليا. بس اهم حاجة اقلبهم كويس جدا كده على البارد. تمام. لحد ما السكر يدوب معايا. هيفضل شوية سكر صغيرين، بس افضل من ان انا اسيبها كده. هحطهم على النار بقى واضيف لهم نص ليمونة كده. وكده خلاص صينية الجلاش طلعت من الفرن بعد ما اتحمرت كده في الوش ومن فوق ومن تحت زي ما احنا شايفين كده. الشربات بتاعي هضيفها عليه بعد ما بارد طبعا. لو عايزه تضيفي معلقه من السمنه البلدي على الشربات بيديها طعم حلو قوي، كانك عاملاها كلها بالسمنه البلدي.
كده تمام. هضيف الشربات كله، انا ضفت له كده كوبايه الا ربع، كنت ضايفه 3 معالق او 4 معالق في الخلطه. تمام. هسيبها بقى تتشرب حوالي 10 دقايق كده، هتشرب الشربات كله. وكده خلاص، شايفين ما شاء الله ما خدتش 10 دقايق وشربت كل الشربات اللي فيها ما شاء الله. وملت الصينيه كمان. شربات الجلاش يا جماعه ولا هو خفيف ولا هو تقيل. بعد ما بحطه بيقعد بس ربع ساعه على النار، 15 دقيقه بالدقيقه يعني. ما بكترش فيه تسويه على النار، ما بخلوش تقيل، مش زي غير خالص شربات الكنافه. كده بفضي كمية الشربات اللي في الصينيه برضو. الصينيه بتاعتي مش لازقه ولا حاجه ما شاء الله. وصفه النهارده كانت تحفه من الجمال. بصوا هقطعها معاكم ما شاء الله. بصوا مقرمشه من فوق، الوش بتاعها مقرمش ومن جوه طريه زي الفطير المشلتت بالظبط. بس بصراحه الطعم كان جميل جدا جدا جدا. كل اللي دقها قال كأنها معمولة بالكريم كراميل. ما هي بيض ولبن يعني كريم كراميل. ما شاء الله عطاني نفس الطعم ده. ميكس كده بقى مع الجلاش مع القرمشة مع ان هي جوسي من جوه كده طرية شوية. تحفة من الجمال. جربوها جربوها. بصوا جمالها وحلاوتها يا جماعة. بصوا ما شاء الله مورقة من جوه ازاي وطرية ما شاء الله. وطعمها كان تحفة من الجمال ما شاء الله. شايفين جمالها؟ مش هتاخد معاكي كمان وانتي بتعمليها 5 دقايق. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله على القناة. شايفين تسويتها كانت تحفة من الجمال ما شاء الله. صينية الجلاش كانت بتتكلم عن نفسها. والسلام عليكم بفيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.